ترمضينا هذه كلمه كل رمضان كنسمعوا بها بزاف. عمرك سولتي علاش بالضبط حتى هذا الشهر هذا كتكون ترمضينا بزاف وبنادم كيطلع عليه الدم؟ اليوم غنغوصوا في نفسيه الانسان باش اننا نشرح لك الدائره. واش عمرك تحطي في واحد الموقف كتكون صايم ومقطوع طالع عليك الدم وكثر من هذا الشيء كامل كيجي واحد وكيبقى مسمر عليك ويعاود لك القصص ديال حياته، انت كتشوف فيه بواحد الابتسامه اللي صفراء ديال النفاق الاجتماعي وكتقول ليه عندك الحق، الفكره واعره، ولكن الداخل ديالك داك الجانب المظلم كتقول غنكون خرجت لهذا الانسان هذا ندعت معاه ونتقطع عليه. في علم النفس ديك الحاله ديال الفقصه المكبوته هي اللي سماها عالم النفس كارل يونغ ذا شادو ولا الجانب المظلم. في طول العام الماكله والقهوه والكارو هادو كيكونوا بحال البنج اللي مخدر هذا الجانب المظلم اللي كيكون فينا لداخل. فاش كيوصل رمضان هذا البنج كيطير وهنا كيبان النظام ديالك الحقيقي. رمضان ما كيردناش محصبين، رمضان كيكشف الحقائق ديالنا. حنايا كبشر كنحاولوا اننا نكونوا ملائكه ونكونوا صالحين، ولكن الداخل ديالنا كاين واحد العفريت اللي اناني وعصبي وما كيحملش صداع الراس. وفي رمضان هذا العفريت كيخرج وفين ما يدير لك شي واحد شي حاجه ما عجبكش كتلقى راسك باغي تفرقع وما كتقدش انك تصبر. تما خاصك تفهم باللي هذيك العصبيه ماشي تمرضينا اللي عاديه، راه هذيك المساحه اللي خاصك تخدم عليها في شخصيتك باش تولي انسان متوازن. كتلقى بزاف ديال الناس كيديروا من هاد الترمضينه هذه سبه ولا حرفه باش انهم يغوتوا ويدعسوا في الزنقه، وفي الاخر كيقول لك سمح لي راه فيها ترمضينه وراه كنتعصب في رمضان. وهذه في علم النفس سميتها الهروب من المسؤوليه. الصيام جا باش يروض هذا العفريت اللي هو الجانب المظلم منه وماشي يعطيه رخصه باش انه يبرد الغضايف في عباد الله ويدعس مع اللي لقى وينوض ديما الصداع. الا كنتي انت كتحس براسك شويه كتعصب في رمضان، الحل ماشي هو تهرب من الترمضينه، الحل هو تروض داك الوحش اللي لداخل ديالك وتصالح معاه. الا كنتي كتشوف ان هاد الترمضينه في كل رمضان كتخرج منك داك الجانب المظلم، انضم لينا وبارطاجي الفيديو مع داك الثقيل على القلب اللي كدير معاه الصواب بزاف وخلي الجانب المظلم ديالو يفيق شويه. ورمضان كريم بلا ترمضينه وطلعوا.